اليوم الاحتفال بعيد الذكرى 46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في قوات المسلحة. عاوز أتكلم الأول على الرئيس أنور السادات. هو صاحب قرار الحرب، وراجل كان شجاع جدا وجريء جدا. والنهارده 6 أكتوبر وتاريخ وفاته كمان احنا بنحييه. أولا الحرب 67 دي ما كانتش حرب، احنا انضربنا بدون سابق انذار وبدون خطة. وعلى أي حال اللي أنا متذكره إن أنا كنت في طلعة عمليات في حوالي نص مايو، ورجعت المطار وقالوا لنا حالة طوارئ مولانا 100%. يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة بنسأله إيه الموضوع؟ قال لا عاملين مظاهرة سياسية ونودي قوات في سينا. قوات بتخش كده ما حدش يعرف، قائد القوة هناك ما عندوش فكرة مين اللي داخل ومين اللي طالع. وبعدين قال لا مفيش أي حاجة، ادوا إجازات. فالناس قالت عاوزين ننزل، قلت لهم استنوا شوية لأن إسرائيل أعلنت استدعاء الاحتياطي، يعني حاجة لازم نحطها في اعتبار. يوم 6 يونيو أنا مدة ما بنطيرش، قلت ما نطلع نطير نمشي ايدينا شوية. الطيارين بقى لهم مدة 15 يوم ولا 20 يوم ما حدش بيطير. فطلعنا الساعة يوم 5 يونيو طلعنا 3 طيارات واخترقنا السحب وطلعنا فوق، ونفاجئ بالكنترول بيقول لي المطار بينضرب والرنوي في حفر. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي الرنوي بينضرب. قلت له الرنوي ايه؟ قال لي بتاعنا في حفر، هجموا عطلوا الرنوي. قلت اعمل ايه بقى؟ اتصلت بالجيوش في القياده العامه هناك، قلت له انزل فين؟ الوادي الجديد قصير، اسوان في صواريخ هتضرب، ان ما فيش غير الاقصر. قال له احنا نديك خبر. اتصلت بهم تاني قال له احنا نديك خبر. كنت خلاص انا ماشي بسرعه 1000، نزلت في الاقصر. يا دوبك ما فيش فتره طويله في الاقصر واذا طيارات اسرائيليه جت ضربت، رغم ان المطار مليان بالطيارات، مصر الطيران هناك ضربت 3 طيارات قبلوف ولعوا. احنا اصبنا بصدمه. الطيارات السلاح بتاعنا رائع. قعدنا حزن النار، كان الساعه يمكن 11 12. رجعنا ركبنا القطر الساعه 6، وصلنا بني سويف، لقيت الحزن رهيب. طبعا ان الطيارات كلها انضربت، طبلوف هنا وغرب القاهره كلها، وبعد كده كمان في طيارات مقاتلات انضربت في القناه، والجيش كان بيجري، انضرب ويجري، ما فيش خطه انسحاب ولا اي حاجه، فالضرب كان شغال على الود، والمعدات اتدمرت وبتاع. ضرب مفاجاه، وابتدت من امتى؟ من قبل من قبل ما اطلع الطلعه، يعني يمكن الساعه 8:30 9 الا ربع وعمالين يضربوا، ما جالناش اي خبر. انا طالع 9 وربع، ما عندناش خبر ولا انذار ان في حاجه بتنضرب. ففوجئنا من الفجأة دي. وصلنا الجيش بقى، الجيش انضرب وعندهم انضربت والناس بقت تجري عشان تعدي القناه. وبعدين قلنا ايه؟ مفيش حل واحنا قاعدين مع بعض، لا حل الا ان احنا نلتقي، لان الشعب فقد ثقته في الجيش خالص، لدرجه مفيش حد يقدر يلبس الناس ويمشي في الشارع. احنا عندنا في المطار حوالي 2 3 ما بنخرجش، ولا حد بيخرج ولا ضباط في الجيش، كله ده فوضى. قلنا لابد من الانتقام. من هنا جاءت بقى حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر، التفكير فيه، وابتدينا نشتغل على هذا الاساس. ذكريات حرب اكتوبر كتير قوي يعني، بس انا هذكر منها بعض هذه الذكريات. متذكر لما رئيس السادات خد قرار الحرب، عملنا خطه، القوات المسلحه عملت خطه وخدت وقت طويل، الدفاع الجوي، الجيش الثاني، الجيش الثالث، الفريق سعد الشاذلي، احمد اسماعيل. كنا بنراجع الخطه دي في ابريل 73.
على تخت رمل، وقعدنا ساعات نتناقش، وانتهى الامر ان احنا وافقنا على تنفيذ الخطه. بعد الخطه دي الحاجه الثانيه 6 اغسطس. 6 اغسطس جالنا وفد سوري. كنت انا ومحمد عرفان في شرم في مطروح بنستريح يومين 3 عارفين الهم اللي جاي، واجتمعنا مع الوفد السوري علشان تحديد ميعاد الحرب. كان الوفد السوري طلس، ناجي جميل، اظن رئيس اركان، بعض القاده منهم، واحنا من جانبنا كان مشير احمد اسماعيل، مشير محمد الفهمي، البحريه، رئيس العمليات الفريق سعد الشاذلي. واتفقنا على ميعاد الحرب بعد مناقشات، وانتهينا واستقر الرأي ان يوم 6 اكتوبر. في سبتمبر حصلت معركه بين سوريا والجويه بين سوريا، فاحنا السادات حب يروح يطمئن كمره اخيره بان احنا جاهزين كلنا للحرب. كان يظن يوم 13 او 14 سبتمبر كان الرئيس السادات طلع معاه في الطياره احمد اسماعيل، محمد علي فهمي، وانا ورئيس العمليات، ورحنا قعدنا مع السوريين واطمئنا ان كل حاجه ماشيه تمام وميعاد الحرب مظبوط وكل حاجه. ده في سبتمبر. قبل كده يوم 6 اغسطس لما اتفقنا على موعد الحرب، رحت للرئيس السادات طلبني في المعموره، فرحت له. قال لي موقف القوات الجويه ايه؟ قلت له القوات الجويه شغالين جامد، تدريب كويس جدا، وان شاء الله هديك خبر في اواخر سبتمبر. قال لي قول لي اذا كنت انت ناوي عاوز تاجل شويه ااجل. قلت له لا مش هتاجل ولا حاجه، كلنا متفقين والسوريين متفقين وكل حاجه. 6 اغسطس 28 سبتمبر انا رحت للسادات قلت له احنا بنتحمل المسؤوليه وقادرين نخش الحرب، لان لا مفر لنا من كده، ما فيش طريق اخر غير كده. يوم الثلاث اللي قبل الحرب كانت عدة ايام، الحرب كانت يوم سبت، احمد اسماعيل مشير احمد اسماعيل طلبني بالتليفون، رحت له عاوز يطمئن على موقف القوات الجويه. قلت له موقف القوات الجويه شغاله كويس جدا، التدريب عالي جدا، الخطه هتتنفذ دربنا عليها ومستعدين نتحمل المسؤوليه. قال له والله كويس ريحتني. ويوم 6 اكتوبر ابتدى بقى العمليات. يوم 6 اكتوبر كان يوم مهم وتاريخ مهم في حياتي. انا صحيت الصبح عادي في البيت، كنت بايت في البيت، ونزلت الساعه 7:30 8، رحت المكتب كالعاده، وبعدين وقفت قدام باب المكتب كده وبنتكلم ودردش وبتاع. اولا ما كانش في حد يعرف ميعاد الحرب، هم عارفين ان في حرب، لكن امتى وازاي ما فيش، واتدربنا على وبعدين الساعه حوالي 11:30 كده طلبت رئيس الاركان، جالي وانا واقف بره، قلت له يا فلان عاوزك تطلع من وانشاص عشان تاكد ان الغلط المقاتلات بتاع الحمايه، وانشاص ده مطار ميج 21 دفاع جوي، انه هيطلع في ميعاده علشان يامن المقاتلات القذفه اللي هتضرب في من بلبيس. قال لي الحكايه بجد ولا ايه؟ قلت له والله مش بجد، ووقفت برجع. هو ما كانش عارف ميعاد الحرب، لكن عارف الخطه كويس، ورئيس العمليات عارف الخطه كويس، لكن انا كنت متكتم دي جدا، لان عنصر المفاجاه كان مهم جدا للغايه، لان لو كنت حد عرف وتسرب اسرائيل هتكون مستعد. فكنت حريص جدا ما اقولش كلمه لحد، ولا رئيس العمليات ولا رئيس الاركان، الخطه هم مشتركين فيه، قناه الانويه كله بيجوا وعرضهم وكل حاجه، يعني كل حاجه معروفه. 6 اكتوبر بقى كان في حاجه عاملين مهمين جدا. اولا السريه دي كانت ما فيش كده. نمره 2 ضربت مركز العمليات الرئيسي على تبس مرجم في سيناء. دي اهم ضربه اللي بتامن لكل العمليه الهجوميه.
كنت جبت قائد طيار بتوع الطبلوف. انا كنت قائد اللواء طاير وعارف البتاع دي، وفهمته بصاروخين اتنين، كل صاروخ في جناح، والصاروخ طيارة بس فيها كل 1000 كيلو جرام متفجرات، وله فيه رادار وفيه كل حاجة ومرتبط برادار الطيارة، واخد بالك؟ وديته تدخين عاوزك تضرب محطة البتاع ده، المحطة اللي مركز العمليات ده، في مركز اتصالات، في رادارات، في كل حاجة موجود. وهتطلع الساعة 1:30 من غرب القاهرة، تطلع على طنطا وبتاع، وبعدين تخش على محمد ورايح على بصوير. اطلاق الصاروخين ينضربوا كلهم الساعة 2:10 من 120 كيلو من الهدف. الأهداف دي في 50 كيلو، احنا عندنا 70 كيلو تأتي، احنا ضاربين من حوالي 70 كيلو، لكن هي تضرب من 120 كيلو وتسيب الصاروخين. الصاروخ 1000 كيلو جرام، صاروخين اتنين كل واحد 1000 كيلو جرام، ومرتبطين برادار الطيارة. الطيار بيمسك الهدف عنده ينقله على رادار الصواريخ ويطلق، مهما عملوا طفوا ما طفوش المحطات، الصاروخين راح ينضربوا، نسفوه، اتقطعت الاتصالات. لدرجة مدير الإشارة بتاع المركز العمليات الرئيسي بيكلمني بالتليفون وقت بعد العملية، بيقول لي الاتصالات قطعت بيننا وبين إسرائيل، انتوا عملتوا حاجة؟ قلت له حصل بقول لك. المهم طلع الطبلوف ضربت الساعة 2:10، والساعة 2 بالظبط الطيارات عبرت ونفذت المهمة بتاعتها كاملة، وارتفعت المعنويات يومها بشكل ملوش مثيل. وبعدين ما رجعت الطيارات نزلت، تأكدنا ان كل حاجة اوكي، كلمت غرفة العمليات الرئيسية، رد عليها المشير احمد اسماعيل. بقول له يا فندم، قال له كلم مين؟ قال له حسني. قال له هاتولي. فكلمته بالتليفون، قلت له تمينا الضربه وخسائر لا تذكر، لكن نجحنا والضربه قامت بمهمتها. بصيت لقيته هو سامع التليفون وهو ماسك البترول، كسبنا الحرب يا ولاد بعصبيه. مهرجة المنصورة ابتدت، كانوا دخلوا وقدروا يتسللوا للمنصورة مرة قبل المغرب وحفروا حفرتين ووقف المطار، لكن اتصلح بالليل، وعندنا فرقة هندسية شغلتها تغليق قفل النحو، والمطار اشتغل بالصبح. هم عاوزين يشيلوا المطار ده بأي ثمن، لأن مركز المقاتلات موجود المنصورة، بتخش أنشاص كله الكنترول في المنصورة. يعني المطارات بتيجي من أنشاص بتخش تحت قيادة قائد المنصورة، من أبو حماد قيادة المنصورة، فالمنصورة عندهم موضوع خطير جدا. فهم عاوزين يضربوا المطار ده، فجم يوم 14 أكتوبر دخلوا المراقبة بالنظر، كانت بتدي البلاغات بتاعتها للي جاي من على البحر واطي لغرفة، اللي عندهم غرفة عمليات صغيرة، وبعدين غرفة عمليات دي بتدينا احنا الغرفة. فاتفقت مع الدفاع الجوي، ظبطنا الترددات، بيدي هنا وفي نفس الوقت بنسمعه عشان في وقت ضايع بيكونوا وصلوا للشط. فسمعنا ان في المراقبة بالنظر طيران منخفض من على البحر كذا كذا، طلعنا الطيارات على طول، وكل التشكيلات كانت جاهزة. يعني الحالة الأولى طلعت، الحالة الثانية بقت أولى، وهكذا. وفي أنشاص نفس الحكاية، وفي أبو حماد نفس الحكاية. وابتدت المعارك، ضربنا الطيارات اللي فيها اللي شايلة قنابل، وابتدت معارك جوية بقى. كانت معركة جوية مش معركة حاجة تانية. ضربنا فيها يمكن حوالي 17 18 طيارة على ما أنا متذكر. عندنا نطر بقى الوقود خلص، لأنه بيفتح البتاع الإضافي ده، بيستهلك وقود كتير جدا. وبعدين خسرنا 4 طيارات ورجعت الطيارات بتاعتنا، وابتدينا بعد كده إسرائيل ما دخلتش عندنا في المنطقة، جهة المنصورة على الإطلاق أبدا. ابتدينا نشتغل بقى على إيه؟ الصخر. اعتبرنا بقى يوم 14 أكتوبر ده عيد القوات الجوية، لأن أكبر معركة حصلت جوية
فيها عدد كبير جدا من المقاتلات، مقاتلات اللواء من 104 و102، وهم التمويل بتاعهم مستمر، ففي قتال جوي قعد 50 دقيقة، أطول معركة الواحد يسمع عنها دي. عشان كده أنا قلت للوزير نعتبر عيد القوات الجوية، أنا موافق عليها، وعيد القوات الجوية لحد اليوم، وأنا اللي اخترعت هذا العيد. الثورة دي حصلت في المنطقة ما بين الجيشين، كانت نقطة ضعيفة، ومنها تسللوا وعملوا كوبري وقتلوا في القوات بتاعتها. لكن القوات الجوية طلعنا بطلعات في ضرب القوات دي وضرب الكباري، وكسرناها مرة والتانية أكتر من الطلعات اللي طلعناها من أول الحرب لحد 3 كميات كبيرة من الطلعات. ضربنا في الصحراء، ضرب جامد جدا، وضربنا في القوات اللي عبرت، وضربنا في مطار فايد، ضربنا فيه، كان محطوط معدات عشان ينزلوا هناك، ضربنا عليه ورمينا القنابل هناك جامده، طياره طوبولوف بالليل، وبهدلنا الدنيا كلها. فلما حصل كده السادات كان موجود قبلها لما حصل ثوره، فقال لي احمد اسماعيل ودي سعد يروح يشوف الجيشين ويخلصنا موضوع الثوره، هو كان عنده راي يعني. وبعدين راح سعد الشاذلي ورجع وقال لك لا، لازم نسحب قوات من هناك. فانا عديت عليه وقلت له نسحب قوات ايه؟ انا ما عنديش خطه انسحاب. الانسحاب ده عاوز قوات مضاعفه، مقاتلات مضاعفه، لان انا هضرب في العدو من بورسعيد لحد جنوب السويس، عندي 3 ألواح ما ينفعش، فانسحاب لا يمكن. لكن في هجوم انا القوه مظبوطه. فدخلت على احمد اسماعيل، قال لي سمعت سعد الشاذلي؟ قلت له اقول لك حاجه، كلم الرئيس السادات. مو الرئيس السادات جه، قلنا بس اللي قاله سعد الشاذلي. السادات بقى اتضايق جدا وقال لنا اجتمع المجلس الاعلى في الغرفه. المجلس الاعلى قائد الدفاع الجوي، انا، البحريه، قائد الجيش الثاني، قائد الجيش الثالث، قائد المنطقه المركزيه، وبعدين الجنرال سعد الشاذلي والوزير. فعملنا اجتماع، وقعد السادات بقى اول ما بيسال عاوز اسال القوات الجويه موقفها ايه؟ قلت له اقدر استمر في القتال بس باستخدام القوات بتركيز، ما نعرفش اضرب هنا حاجه وهنا. القوات الجويه مش حد الجيوش ده سرب وده سرب، كله انا هسيطر عليه عشان تبقى ضربه جامده. ضربنا ضربات جامده جدا. وبعدين السادات بعد الاجتماع قال لنا سنستمر في القتال، لو العدو قاتلنا في القاهره هقتله، في مطروح هقتله، لكن لن انسحب. الحقيقه يعني معنوياتنا ارتفعت. كان قاعد محمد علي فاهم وقرصني وانا قرصته، انبسطنا جدا. خفنا انسحاب هتبقى كارثه اكتر، هتبقى مصيبه، هتبقى الجيش المصري انتهينا الى الابد، وهنتحاكم كلنا ومحدش عارف مصيرنا هيكون ايه. الحقيقه كان معنويات، والجيش برضه معنوياته ارتفعت خالص، ورجع كل واحد، وطلعنا طلعات فوق الثوره دي تفوق عدد الطلعات اللي طلعناها في الحرب كلها. حفل التكريم ده احنا عرفناه كان في مجلس الشعب، ويومها كان الرئيس السادات كان موجود. وما دخلنا المجلس دماغنا لفت، جابت 67 واللي جرالنا، وانا بالذات ضربت في الاقصر، ضربت في الاقصر، وكان يوم نكد. وبعد كده الطيارات بتاعتنا انضربت، كان يوم اسود. 67 دي كنا متبهدلين كلنا، وكنا ما نقدرش نمشي في الشوارع، الشعب كان ضدنا، وكان كل موقف وحش جدا. لازم نعرف دلوقتي التكريم ده عشان يكرم القوات اللي حاربت في 6 اكتوبر، وليس تكريم للشخص. يعني انا كقائد قوات جويه مش بتكرم عشان شخصي، انا القوات بتاعتي طيارين، فنيين، عساكر، جنود، فالتكريم لهم في شخصي انا.
وكذلك الدفاع الجوي، وكذلك الجيوش. فالتكريم شيء نفخر به كلنا. التكريم ده اولا كانت علاقاتنا بيه كلها كويسه. يعني مثلا انا خاطب رئيس الاركان بالوزير بقائد الجيش الثاني بقائد الجيش، بقت علاقات قويه جدا، لان احنا كلنا اشتركنا في حرب وكلنا في معركه نكون او لا نكون. يعني يا اما هننجح ونبقى دوله، ولا هننهزم وهتنتهي البلد بالشكل ده. فهذا كان العمل المهم بتاعنا. لما الشريط يرجع لايام 67 والجيوش يوم 67 اتبهدلت، وكلنا كنا عاوزين اليوم ده اللي نفخر فيه بالانتقام والنصر، وكنا محتاجينه. دلوقتي معنويات الشعب ارتفعت بعد حرب اكتوبر، معنويات الشعب ارتفعت، القوات المسلحه معنوياتها ارتفعت، القاده معنوياتهم ارتفعت. فده بقى اصبح درس يدرس للاجيال القادمه. ايه 67 وايه 73؟ 73 عملناها عشان نكون او لا نكون، فكنا نجحنا فيه. انتصرنا في الحرب، قدمنا مثل طيب جدا للشعب. ولنا ان نتخيل ماذا كان سيكون موقف مصر اليوم لولا انتصار حرب اكتوبر. تحياتي للشعب المصري.